السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من انطيب. انا عبد الرحمن عوض. في الحلقه دي هتكلم عن الاوبن سورس وازاي تستعمله كوسيله انك تبقى تظهر اكتر في الكوميونتي، وان ازاي ده ممكن يعود عليك بفرص افضل في الشغل. وفي نفس الوقت يعني خبرتي الشخصيه في الموضوع ده، يعني بدات ازاي، رحت منين، جيت منين وكده. انا الموضوع ده اتكلمت فيه قبل كده مع قمر الصفدي واحمد الالفي. الفيديو على الشانل ممكن ترجعوا له، اسيبه في الشو نوتس، واتكلمنا عن كذا حاجه فيه. بس يمكن في الحلقه دي اللي هتكلم فيه اكتر موضوع بشكل بيرسونال اكتر بالنسبه لي. وفي نفس الوقت لان ده سؤال بيتسأل لي كتير، ناس كتيره بتبعت لي ازاي ابدا في الاوبن سورس، او انا بعمل كده، وازاي ابدا اشارك في الاوبن سورس، عايز اشارك في الاوبن سورس اعمل ايه، إيه المشاريع اللي ترشحها لي، ايه اللي انا محتاج ابص عليه، طب ينفع تبعت لي بروجكت اشارك فيه، والكلام ده كله. فانا شخصيا هبدا الموضوع كله بحاجه بسيطه، يعني ان في ناس لما تيجي تبص الاوبن سورس بتفتكر دايما ان انا عشان اشارك في الاوبن سورس انا محتاج اعمل حاجه في الاوبن سورس بنفسي، حاجه جديده واشاركها مع الناس وكده. ودي مش فكره وحشه، يعني لو if it makes sense it makes sense، خلاص اعمل كده. وانا بدات كده، بدات اعمل حاجات بتاعتي، سواء لما كنت باك اند انجينير بشتغل في لارافيل، فكنت عملت بشتغل بلارافيل سوري، فعملت شويه حاجات لايبريز وحاجات صغننه، مجرد تطبيق على كورسات كنت بشوفها على لاركاست اللي هو الويب سايت بتاعهم. ف فانا كنت بعملها مجرد ان انا اتعلم كونسبت ان انا ازاي ببلش باكج، هل لما ببلش باكج ازاي استعملها في بروجكت تاني. ففهمت شويه الدنيا ماشيه ازاي في القصه دي، كموضوع ريجستري وهاو ات وركس والقصه دي. وسلولي بدات اعمل شويه حاجات في الجافا سكريبت صغيره. طبعا ولا اي حاجه من دول سمعت، انت ممكن تخش على الجيت هاب بتاعي وهتلاقيهم. آم، وما لهم محدش بيستعملهم خالص، بس انا كنت بستعملهم، وده بالنسبه لي كان كفايه. انا مش داخل ان انا اعمل ذا نيكست لارافيل ولا ذا نيكست لايبرري اللي هتغزو الكوكب والجو ده، يعني لا مش كده خالص. انا كنت بدات الموضوع عشان اتعلم هو بيشتغل ازاي، افهم الاي بي سي بتاع الحاجات دي. فاوكي فهمت القصه دي وتمام. الخطوه اللي بعدها كانت ان انا مفيش، اشتغلت عادي، ولقيت عندي مشكله كبيره في الشغل، وهي ان ما كانش فيه في فيو جي اس ساعتها يعني انا بتكلم من مش عارف 8 سنين 7 سنين حاجه زي كده. فساعتها ما كانش في لايبراري لفيو جي اس في الفاليديشن كويسه. كان في واحده، وطبعا السؤال الاولاني طب ليه اعمل واحده جديده ما دام في واحده اوريدي، ما اخش كونتريبيوت فيها. بس المشكله كانت ان انا ما كانش عاجبني ازاي بستعمل اللايبراري الجديده دي، واحنا ما كناش بنتكلم على اللي هي حاجه صغيره او مسميات او حاجه زي كده، لا الهول ستايل بتاع الفاليديشن ما كانش عاجبني انك تعمل دايركتيف وتبعت اوبجكت بحاله. انا كنت شايف من الافضل ان احنا نبعت زي string validation زي لارافيل، لان انا متعود على لارافيل وكان عاجبني كده، فانا عايز حاجه بتماتش الستايل ده. وده اللي انا عملته بيزد على ده. قلت خلاص هعمل اي بي اي بيعمل القصه دي واشوف يتعمل ازاي. فدخلت اتعلم شويه في الفيو انترنالز، افهم الدايركتيف ازاي بيكوميونيكيت مع الكومبوننت، وهل يقدر اصلا يكوميونيكيت مع الكومبوننت ولا لا. فطبعا عشان ده يتحقق اصلا اضطريت ان انا اخش في شويه انترنالز في فيو، ان انت تخش على الجيت هاب بتاع الاوبن سورس بتاع فيو، تشوف هو شغال ازاي، تبدا تفهم طلقات يعني ايه حاجات معينه بتشتغل ازاي، تعمل 20,000 كونسول لوج في كل حته وانت بتعمل الدايركتيف ده وايا كان. فعشان توصل في الاخر وتتعلم ازاي البتاع ده شغال، ولما توصل وبتتعلم تفهم خلاص ده شغال بالطريقه الفلانيه، فانا فهمت، فانا هقدر اعرف ابيلد اللي انا عايزه. ومن هنا الموضوع بدا ييفولف. ف لو احنا عايزين نركز الاكسبيرينس دي في نقطتين، او يعني الجزء ده من الستوري بس على نقطتين، فهو بس جاي من نقطه واحد. انت ايدنتيفايت ان في مشكله بتواجهك انت شخصيا، انت مش بتحل مشكله لحد تاني، انت بتحل مشكله واجهتها انت شخصيا، مشكله انت فاهمها، مش حد قالها لك، مش حد شرحها لك، لا مشكله انت عشتها وتعايشت معاها، وحاجه ناقصه في الشغل بتاعك، حاجه هتزود البرودكتيفيتي بتاعتك انت في الشغل. اوكي، فهي حاجه بيرسونال. تاني حاجه، الحاجه دي مش موجوده في الايكو سيستم، وفي نفس الوقت مفيش حاجه قريبه موجوده في الايكو سيستم. يعني لو نفترض ان اللايبرري التانية كانت قريبه حتى في الشكل، كان ممكن ان انا كونتريبيوت فيها، لكن ما كانتش قريبه، كان اتجاه في يعني فلوسفيكال دايركشن مختلف تماما. وانا شايف ان مش صعب ان انت
يعني انا مين عشان اخش اقول للراجل ده غير لي اتجاه اللايبراري بتاعتك كله؟ فانا شايف ان ده ما كانش منطقي يعني. بس دلوقتي باللي انا اعرفه كان المفروض اسال، ايه رايك نعمل كده، واشوف ردة فعله تكون ايه. لكن انا ما عملتش كده ساعتها عشان كنت مكسوف، كنت قلت انا مين عشان اجي اقول له غير الموضوع ده كله. بس لا دلوقتي عادي، دلوقتي عادي ان احنا نعمل كده. بالعكس، من الصح ان انت تعمل كده. انت ممكن تكون السبب في جزء في تغيير لايبراري بحالها للاحسن، بسبب انك دي روح الاوبن سورس عموما يعني، انك تشير الاوبينيونز بتاعتك جزء من الكونتريبيوشن. فكان لازم اعمل كده. طيب موفينج اون، فاوكي عملت اللايبراري وخليتها تماتش لارافيل. بعد كده كان في جزء كبير في الشغل في اللايبراري دي حوالين لاير في فاليديت يعني، وكنت استعملتها اوريدي كذا مره باي ذس بوينت يعني. انا كذا مره استعملتها في بروجكتاتي واثبتت نجاحها. فبالنسبه لي وبالنسبه للبروجكتس اللي انا اشتغلت عليها، كل بروجكت بستعملها فيه وبتفرق معايا جامد. فقلت لا دي كده فعلا ممكن نبدا ايه ننشرها. فدي خطوه الماركتنج. دلوقتي انا ما كنتش عارف ان انت المفروض تماركت الاوبن سورس لايبراري بتاعتك. كنت مفكر الشغل النظيف هو ايه بيماركت نفسه، والشغل الحلو بيماركت نفسه، وطول ما انت بتعمل حاجه كويسه والناس هتستعملها من نفسها. وده الى حد ما صحيح، بس الاوبن سورس دلوقتي بقى فيري كومبيتيتيف. ففرصه انك تعمل حاجه كويسه وتكاتش فاير والناس كلها تستعملها قليله جدا 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 يعني. بالذات اليومين دول لو انت عملت فاليديشن لايبراري ريفيو جي اس دلوقتي، تشانسز ان ما حدش هيعبرك هقول لمده سنين يعني. يعني ليه؟ لان خلاص الماركت بقى فيه لايبريز معينه هي المشهوره، كله بيستعملهم. انت مش هتيجي تدسربت اللي موجود ده الا لو انت عملت حاجه راديكلي ديفرنت، حاجه راديكلي اسهل، او الديفلوبرز بيحبوا يستعملوها بشكل رهيب، او لازم تتميز بحاجه. ما ينفعش تكون شبههم بس ديفرنت، فاهم؟ لا لازم تكون حاجه مختلفه تماما. فده اللي كان نجح مع في فاليديت، ان ستايل مختلف تماما وستايل سهل جدا في ازاي تابلاي الفاليديشن. دلوقتي الستايل دلوقتي بقى صعب بسبب تغييرات في فيو جي اس نفسها، خلت الاي بي اي القديم اللي هو اسهل اي بي اي كان موجود فيها كان سهل، لكن دلوقتي بقت صعبه جدا بسبب التغييرات اللي حصلت انترنال في فيو جي اس. بس انا مش هتكلم عن الحاجات دي يعني، مش دي النقطه. النقطه كانت ان كان في ماركتنج، فانا قعدت ماركت لها. في اوكي هماركت لها لمين؟ اوكي هماركت لها للناس اللي زيي، لان انا واحد لقيت فيها فاليو، فاكيد الناس اللي زيي الاودينس بنفس الباك جراوند بتاعتي هيلاقوا فيها فاليو. مين الناس دي؟ والله باك اند انجينيرز بيضطروا يكتبوا شويه فرونت اند فهم دول اللي هماركت لهم، وبالذات لارافيل ديفلوبرز. فاوكي تعالى نماركت لدول. فرحت في اللاركاست اللي هي الفيديوهات حرفيا اللي كنت بتفرج عليها بتاعت اللي هي البلاتفورم ليرنينج بتاعت لارافيل، ودخلت قعدت في الفورums اتكلم عن في فاليديت وانشرها. دخلت على الريدت بتاع لارافيل رحت حاططها، دخلت على اي حد بيتكلم عن لارافيل في اي حته رحت رامي اللينك بس وقعدت ما عملتش حاجه بعد كده. بس وقعدت لسن على الثريدز اللي بتتكريت في اللي هي الفورums دي. اي حد يجيب سيريس فاليديشن اقول له طب استعمل دي جربها بص عليها، انا عملتها وببلشتها مؤخرا. بس واحده واحده بدات تجيت تراكشن، بدا يجي لي ايشوز، وانا يعني ايه ببطء كده بدات بشتغل عليها وبشتغل على الفيدباك اللي بيجي لي والكلام ده كله. بس اللحظه اللي غيرت كل حاجه لما تيلر اوتويل ده اللي عمل لارافيل اجى اداني ستار على في فاليديت. فلما اجى ادى ستار على في فاليديت جاب الجيش بتاعه معاه. لقيت ناس اللايبراري كانت مش جايبه 400 على بعضهم ستار، ولا داخله في 600 باين. هو اجى رزع الستار بتاعته تاني يوم كانت داخله في 1000 ونص باين ولا 1800. ومن ساعتها خلاص هي اللايبراري بقت خلاص هو حطها لي على الخريطة، فالناس كلها بقت شايفاها، الناس كلها بدأت بتستعملها، بدأت الناس بتقولها في الكورسات بتاعت فيو وغيرهم. فخلاص بقت حاجة لازم لو انت فيو جي اس ديفلوبر انت لازم تبقى عارفها، لان خلاص بقى من الصعب تجاهلها، اخدت ختم الجودة يعني. ف فدي لحظة ودي لحظة كومبليت لك مثلا، يعني حاجة عشوائية تماما، حاجة حظ تماما، انا ما كنتش قصدها ولا عملتها بس هي جت كده. ويعني الحمد لله جت كده، وده اللي حطها على الخريطه. ده انا مش بقول لك القصه دي عشان تقول اوكي يبقى انا لازم اجيب حد مشهور يعملها ستار. لا هي جت لوحدها، انت مش هتعرف تجيب حد اصلا مشهور يعملها ستار. فهو عملها ستار لانها كويسه، وبعدين اسوسييتد مع لارفل بشكل ما، فبتبلاي ويل مع لارفل. فدي الفكره كلها. فيعني فانت تحس ان انا ايه، انا لمست مع الناس الصح، بس زي ما بيقولوا ايه رابنج شولدرز مع الناس دي وخلاص. وجت معايا شويه حاجات از ريزلت يعني. فده اللي حصل، وده
وهنا انا بريكوجنايز ده. انا ساعتها ما كنتش فاهم اللي بيحصل، بس انا دلوقتي بقول لك ده ماركتنج اللي حصل، ده ماركتنج اتعمل لها ماركت، فالناس بدات تستعملها، فده اللي حصل. فدلوقتي، وهي دلوقتي طبعا لايبراري 11000 ستار، يعني هي ادين جزء كبير من قدرتي ان انا اروح اتكلم في مؤتمرات وكده اللي في فاليديت، وشغلانات كتيره جات لي بسبب في فاليديت الاوبن سورس بس. ف انا بقى اوقف القصه دي هنا، يعني انا مش هقعد اتكلم اكتر عن في فاليديت قوي كلايبراري، لكن انا هكلمك عن الاكسبيرينس نفسها ادت ليه. طيب، فشغل الاوبن سورس ده لما انا بعمله جاب لي كذا شغل في مصر وبره مصر كمان، ويعني حطينا على الخريطه، هو اللي اداني الكريدنشال اللي هو ان انا لما ابلاي مثلا في كونفرنس لفيو جي اس واقول انا عايز اتكلم عن كذا، عبد الرحمن عوض احنا عارفينه، هو اللي عمل في فاليديت، فهو عارف في فيو جي اس، فاين كان التوبيك اللي هو جاي يتكلم عنه فهو عارف التوبيك ده. فادتني زي ختم جوده يعني، او شهاده اعتماد ان انا فاهم انا بقول ايه. فدي الى حد ما بيسهل حاجات كتيره لما يجي حد يشوف اسمك بعد كده في الفيو جي اس كوميونتي. وانا هنا مش بتكلم على الفريم ورك بعينه، بس بتكلم على الفريم ورك بتاع التول اللي انت قاعد عملت فيها او شغال فيها. ف فهي افرضت لي حاجات كتيره، منها شغل ومنها كمان سفر، وفي نفس الوقت كان ادتني يعني عرفتني من ناس كتيره ما كنتش هتعرف منهم الا من خلال الموضوع ده. كونكشنز اللي انا عملتها في المؤتمرات وغيرهم من الناس اللي قابلتها ما كانتش هتحصل الا من خلال الاوبن سورس ومن خلال اللي انا عملته ده. فالاوبن سورس ليه فوائد كتيره ممكن يعود عليك بيها، ان هو يقدر يحطك على الخريطه، يقدر يخليك معروف، يقدر الناس تبقى عارفاك من بعيد، مش لازم حتى يبقى يعني كله كان عارفني من بعيد لغايه ما بدات اقابلهم لاول مره، وساعتها لا الموضوع بقى احسن، وبقى عندي كونكشن مع الناس دي، اقدر اكلمهم، اقدر اسالهم على حاجه، نقدر نتعاون على حاجات معينه. يو ويل جيت انفايتد لحاجات عاده انت مش هتبقى انفايتد ليها، ف بتديك اكسس معين لما تبقى في الكوميونتي ده بالليفل ده على الشكل ده. طيب، فتعالوا بقى نرجع من الاول خالص، نعيد الشريط تاني. ده اللي الاوبن سورس ممكن يعمله، اوكي، بس في نفس الوقت انا دلوقتي عايز ابدا في الاوبن سورس، اعمل ايه؟ انا نصيحتي ليك ما تفكرش انا اعمل ايه اللي هو اللايبراري اللي انا اعملها، لانك لسه هتحتاج تعملها، تمنتنها، تماركت لها، وتقعد تماركت لها لغايه ما تنجح، والموضوع ده ممكن ياخد سنين. انا بقول لك فيفا ده عملتها من 8 سنين، فيعني ولغايه دلوقتي بمنتنها. فانت متخيل، هل انت مستعد تقضي الكارير بتاعك كله تشتغل على الكلام ده كل يوم لما تروح مثلا من الشغل او حاجه زي كده؟ ده اللي انا عملته. فهل انت مستعد تعمل حاجه زي كده ولا لا؟ فده الشغل اللي يتطلبه انك تعمل حاجه هتاخد وقت. ومع ذلك انا فشلت في حاجات كتير، انا فشلت بلد حواليا كوميونتي، فشلت ان انا اعمل تيمي كونتريبيوت فيها من غير ما انا كونتريبيوت فيها. هي لغايه دلوقتي تعتبر اللايبراري بتاعتي، انا اللي شغال عليها، انا اللي بمنتنها. فعشان كده مش يعني الايشوز بتتراكم، بس في نفس الوقت مفيش حاجه كريتيكال قوي. طيب، يبقى انت بتسأل دلوقتي طب انت بتقول ايه النصيحة اللي انت بتديهاني دلوقتي، ان انا ما اعملش اوبن سورس بتاعي، ولا انت بتقول ايه بالظبط؟ انا شايف اللي انا عايز اقوله لك ان الفكرة الاساسية انك لازم تكونتريبيوت في حاجة بيرسونال، حاجة انت تقدر يبقى عندك امباثي فيها. أم، يا اما مشكلة شخصية بتواجهك في الشغل، يا اما لايبراري انت بتستعملها في الشغل. انت ممكن تكون بتستعمل لايبريز كتيره جدا في الشغل، سواء بقى في رياكت او فيو او اي ايكو سيستم. كم مره بتقابل بج فيهم، او بتقابل حاجه غريبه مش عاجباك فيهم، او اوبشن كان نفسك يبقى فيهم. يعني هتلاقيها طول الوقت لو انت بس ركزت شويه، هتقول بس هي ما بتعملش كذا، او لا دي ناقصها كذا، او فانا بعملها بنفسي. طب ما تسال نفسك ليه ما اسالش، ليه ما نعملهاش، ليه ما نحطهاش في اللايبراري؟ فهنا يبدا الطرف الخيط بتاع الموضوع. فانت تخش الريبو بتاعت اللايبراري دي وتقترح، يعمل ايشيو، كاريت ايشيو، او ديسكشن على حسب الجايد لاينز بتاعت كل ريبوزيتوري في اتيكيت يعني. فانت بتخش تبص على الريبوزيتوري وتقرا اذا كان الاسئله بتتحط في مكان معين زي ديسكورد او ديسكشن سيكشن، ولا بتتحط في ايشيو سيكشن. يعني كل ريبوزيتوري ليها اتيكيت مختلف يعني. فانت تخش اسال السؤال بتاعك، هل ينفع نضيف الفيتشر اكس لللايبراري واي، ولا ايه اللي يمنع حاجه زي كده؟ وتكتب تصورك وتفكر، يعني تكون عملت شويه ثوت في الموضوع. انت ما تخشش تقولها نفسي يبقى في كذا وش ليست وتمشي، انت كده مش بتكونتريبيوت. تكونتريبيوت انك تخش تقول انا عايز استعمل حاجه زي كده بالشكل الفلاني، وتبدا توريهم انت نفسك تستعملها ازاي. وممكن تبيلد يوز كيس. انت دي مساله اقناع، انت عايز تقنع الناس المسؤوله عن اللايبراري دي او اللي بتمنتين اللايبراري دي ان الفيتشر دي is worth adding. فانت لازم تشير your personal experience. انا كل مره اجي حد يقول لي انا عايز
الفيتشر دي، اقول له ماشي انت عايز تعمل ايه. يعني مثلا واحد بيقول انا عايز اكستمايز الفاليديشن ايفنتس، اقول له ليه عايز تعمل ايه. وساعتها يبدا يقول لي عشان انا عايز ان انا لما اليوزر مثلا يفاليديت على اول بلر، بعد كده يبدا يفاليديت اون انبوت. فدي اكسبيرينس معينه في الفاليديشن اسمها ايجر، فهو بيحاول يبيلد دايناميك فاليديشن اكسبيرينس. هو مش عايز يكستمايز الايفنتس خالص. لو هو عايز يكستمايز الايفنتس اقول له اوكي، هو الاوبشن عملته لك، بس لسه مش عارف يعمل اللي هو عايز يعمله. لكن كان لازم اديله حاجه هايلي دايناميك تحدد من خلالها يقدر يحدد الايفنتس لو محتاج يفاليديت عليها. الفرق هنا انك تعرض اليوز كيس بتاعتك، انت بتحاول تبيلد ايه في الابلكيشن بتاعك. مش لازم تقول له، يعني هي ممكن تكون حاجه تقول لي الشغل بتاعي كلاسيفايد وما ينفعش اشير المعلومات دي. يا باشا انت شغال فرونت اند كده كده، فانت مفيش معلومه خطيره انت بتكتبها. ده اولا. ثانيا، ايا كان اللي انت عملته حد عمله قبل كده. ثالثا، اعمل شيل المعلومات اللي مش مهمه. ما تقولوش انا شغال في البنك الفلاني وبعمل كذا ومش عارف ايه وبابلود السيكريت كي الفلاني عشان مش عارف ايه. لا، مش لازم تقول التفاصيل دي. كل اللي انت محتاج تقوله له انت بتحاول تعمل ايه، اللي بتعمل ايه دلوقتي، الليميتيشن اللي موجود، وانت نفسك تعمل ايه، وتوريه شكل الحاجه اللي انت نفسك الليبرري تعملها لك. تخيل انها موجوده، هتستعملها ازاي. وكريت الايشيو او الدسكشن او السؤال على ديسكورد او ايا كان الكوميونتي بلاتفورم بتاعت اللايبرري دي، وبس. وسيبه واستنى الردود، وهو هيخش يناقشك وغالبا هيتشالنجك. معظم الوقت الاوثرز بيفايتوا، بالذات الماتشور والمتمرسين في الاوبن سورس، يخش يفايتك، يقول لك لا احنا مش هنحطها. بس مش بيبقى رفض، هو بيبقى تشالنج. بيقول لك اوكي ليه ما جربتش تعملها بالشكل الفلاني، ليه ما نغيرها ونعملها كده، ليه ما جربتش الاوبشن ده. ويبدا يلفت نظرك شويه حاجات، ويوريك مثلا طب انا ممكن تعملها يوزر لاند يعني انت تعملها بنفسك ككونسيومر، ويوريك طريقه معينه مختلفه تعملها فيها. فانت لازم برضو تبقى ايه، لو هي فعلا ورك اراوند كويسه خلاص يبقى انت ما كنتش تعرفها واديك عرفتها. لكن لو هي حاجه انت فعلا شايف انها لو اتحطت في اللايبرري هتفرق معاها، قول له والله هي انا شايفها. حاول اولا تديبيت التشالنج بتاعه، تقول له لا انا شايف، ما تصرش على رايك، بس بيزد على اللي هو قاله لك شوف ازاي تقدر برضو ستيل تقنعه. تقول له والله انا ممكن اشتغل على بي او سي واوريك هتبقى نايسر قد ايه مثلا في الابلكيشنز وحاجه زي كده. ولو اداك الجو اهيد، ومعظم الوقت بيديك الجو اهيد، او ممكن يقول لك لا. فلو قال لك لا خلاص يبقى انت شوف مش هقول لك روح لايبرري تانية. يعني الموضوع مش بيبقى كده، انت مش بتشوب فور لايبرري تكونتريبيوت. الموضوع مش بيبقى كده. انت بتكونتريبيوت في حاجه انت بتستعملها لقيت فيها مشكله او ليميتيشن. انت مش بتروح تفتح جيت هاب وتقول لي وريني اللايبريز جافا سكريبت وبتنقي منهم انت عايز تكونتريبيوت فين. الموضوع ما بيمشيش كده. ولا الموضوع مش كده، دي مش روح الاوبن سورس. وبصراحه لو انت بتعمل كده، انا مش شايف ان انا مش عايز الكونتريبيوشنز بتاعتك في الاوبن سورس. الاوبن سورس مش كده. الاوبن سورس فيه زي شويه مشاعر، يعني في شويه باشن في الموضوع. انا بكونتريبيوت بعد الشغل عشان، مش عشان حاجه، لا عشان انا بحب اعمل ده وعشان فاضي فيلا، فعشان كده بعمل كده. لكن انك تشوب في اوبن سورس لمجرد انك عايز الجيت هاب بتاعك يبقى مليان، لا انت مش هتروح بعيد. فالموضوع ما بيمشيش كده. الموضوع لازم يبقى فيه باشن، لازم يبقى فيه انت فعلا حابب تعمل ده، فعلا انت هدفك تحسن اللي موجود وانك تجيف باك للكوميونتي. دي الحاجات اللي انت محتاج. يعني دي روح الاوبن سورس، ولازم تبقى عندك لو انت ناوي تكونتريبيوت. لو هي مش عندك وانت مش ناوي تكونتريبيوت عادي خلاص مش مشكله. بس انا بتكلم على في الحلقه دي عن الناس اللي هي عايزه تكونتريبيوت ومش عارفه تكونتريبيوت ازاي وتبدا منين. فانا بقول لك لا، لازم تبقى دي الحته عندك. لازم يبقى عندك كوميتال، لازم يبقى عندك شويه لويالتي اللي انت بتعمله. يعني اللايبراري دي اوكي، الراجل رفض وقال لك لا انا مش عايز اعمل كده، خلاص ماشي. يبقى الفيتشر دي بالذات مش هينفع تتعمل. وممكن تريفيزيتها بعدين. ممكن بعدين كذا حد هيقعد ريفير الايشيو بتاعتك، وساعتها تقول له طب اهو كذا واحد طلبها، ايه رايك ما نفكر فيها تاني. وعادي. انا وده بتحصل لي كتير. واحد يقول لي لا انا مش عايز الفيتشر دي، بعدها بكام شهر واحد يعني يقترح فيتشر وانا اقول له لا، بعدها بكام شهر يجي واحد تاني يطلبها، ساعتها انا اقول طب دلوقتي اتنين طلبوها. يعني بما ان هي نمبرز جيم، فلو في اتنين طلبوها يبقى في 200 عايزينها، بس ما تعبوش نفسهم يدخلوا يعملوا ايشيو. فابدا افكر فيها من المنطلق ده، وممكن ورايي بيتغير معظم الوقت. لان انا بفكر فيها ازاي، بفكر فيها ان الموضوع زي بالانتخاب. لو في 2 طلبوها ففي 200 عايزينها بس ما طلبوهاش، فخلاص فتتعمل. او في يعني سبب كويس ان انا اكسبلور البوسيبيليتي بتاعت حاجه زي كده تاني. فتاني نرجع للموضوع تاني من الاول. لو عايز تكونتريبيوت في الاوبن سورس،
الاسهل والافضل انك تكونتريبيوت في حاجه انت اوريدي بتستعملها. ما تروحش تشوب وتدور على يعني libraries تكونتريبيوت فيها عشان عايز تملى البروفايل بتاعك اخضر في الجيت هاب ولا ايا كان. لا، ده مش الموتيفيشن الصح، وانت كده كده مش هتكمل كتير يعني لو ده الموتيفيشن بتاعك. فالنصيحة هنا انك دور على بروجكت انت بتكير اباوت، انت مهتم بيه فعلا، والاهم من كل ده بتستعمله في حياتك الشخصية، بتستعمله في الشغل. فبالتالي هيبقى عندك انسايتس معينة عن ازاي المفروض تستعمله، ازاي الديفلوبرز اللي زيك المفروض يستعملوه، بالذات لو في حاجة جديدة انت عايز تعملها او بج انت لقيته وانت عايز تصلحه. فالموضوع كله بيبدأ من هنا. واشكال الكونتريبيوشنز كتيرة. انت ممكن تكونتريبيوت بانك تصلح حاجة في الدوكيومنتيشن، في اكزامبلز مش شغالة مثلا، وده بيحصل كتير. او ان الدوكيومنتيشن ناقص حاجة، يعني فمش كل الكونتريبيوشنز قد تكون في الكود. ممكن تكون بتكونتريبيوت في الويب سايت نفسها بتاعت الدوكيومنتيشن، ممكن بتكونتريبيوت ككونتنت جديد، بتصلح كونتنت قديم. بعد كده ممكن تفكر اوكي، يبقى هل ده الوقت اخش في الكود ولا لا، وساعتها الكود مش هيبقى صعب زي ما انت فاكر، بالذات لما انت تفوكس على مشكله واحده بعينها. طيب انت دلوقتي اللايبرري اللي انت بتحبها بتحب تستعملها ولقيتها، بس انت ما واجهتش فيها مشكله شخصيا عشان تكونتريبيوت فيها، فتقول لي مثلا اللايبرري بالنسبه لك بيرفكت، فانت مش عارف إيه اللي ناقص فيها مثلا. فاول مكان تبدا فيه كويس، اجين انت لسه في اللايبرري انت بتحبها ومهتم بنجاحها، اول حاجه ممكن تعملها بص على الايشوز المفتوحه وخش كونتريبيوت فيها. نقي ايشيو شكلها سهل، حاجه قد تكون انت فاميليار بيها شويه، وشوف هل اصلا هو ده بج في اللعب فعلا في اللايبراري ولا لا. شوف اذا كان الشخص اللي عمل الايشيو عمل لينك البج ده ولا لا. لو ما عملش لينك حاول انت تعمله ريبريديوس عندك، ولو لقيته حصل عندك اوكي ممكن تصلحها انت. بس الاهم من كل ده تشوف ان محدش تاني بيصلحها، لان في ناس كتيره بتكونتريبيوت في الاوبن سورس. فانت ممكن تكتب في الكومنتات تقول I'm happy to take this on، وهبدا اشتغل عليها. هل حد تاني المفروض يشتغل عليها، والموضوع بيمشي ازاي قبل ما تكومنت لاي حاجه، بالذات لو هي حاجه هتاخد وقت، عشان ما تعملش بي ار ويكون في حد تاني عمل بي ار قبلك فيضطر يمرج اللي قبلك، او يضطر يمرج البي ار بتاعك ويطنش التاني. ما هي مش منافسه برضه، هو كونتريبيوشن، كلنا بنكونتريبيوت مع بعض، احنا مش بنتنافس، مفيش منافسه هنا. فالقصه كلها هنا الفكره الكوردينيشن مع الناس اللي اوريدي شغاله برضه موجوده هناك قد تكون حاجه مهمه. دلوقتي انا ما واجهتش المشكله دي كتير، غالبا لو في ايشيو موجوده ومفيش حد من التيم اسايند ليها literally من اللي شغالين في الريبو، غالبا هي مفتوحه لاي حد يكونتريبيوت فيها. فمعظم الوقت انا مش بشوف فيه كونفليكت كده، الا لو بروجكت مشهور قوي او بروجكت بوبولار جدا، في ساعتها الناس قد فعلا اتنين يصلحوا نفس اللي يشوف في نفس الوقت. بس لازم حد يقول الديزاير بتاعته ان هو يصلح ده، عشان برضه يسجل للناس التانية مفيش حد تاني اخدها. فدي حاجة مهمة. والموضوع بيجي ناتشورال. يعني انا عندي واحد في اللايبراري اللي شغال عليها، اللي اتكلمت عليها كذا مره في البودكاست، فورم ورك، في كذا حد بداوا يكونتريبيوت فيها. يعني والناس دي انا شاكر لهم جدا ان هم بيكونتريبيوتوا معايا، بس كلهم بيكونتريبيوتوا مشاكل واجهوها شخصيا. يعني في واحد استعمل الكومبو بوكس في اللايبراري ولقى ان في مشاكل، فكونتريبيوت فيكسز ليك حوالي 3 بي ارز. الراجل ده انا عامل له 3 ريليسز لوحده عشان هو صلح بجات هو لقاها في الكومبو بوكس وصلحها لوحده من غير اي جايدنس. والموضوع مش صعب، هو ممكن يكون انت تستعمل اي عشان تخليه يلوكيت لك البج مثلا. دلوقتي التولز سهله بتخليك تعمل الكلام ده. بس هو صلحها، وانا اخش عملت له ريفيو، قلت له والله عايزين نضيف تيست هنا، والله عايزين نعمل كذا. ولو الموضوع ماشي كويس خلاص بمرج وشكرا. ده هو بدأ يكونتريبيوت، عنده 3 ولا 4 بي ارز اوريدي ميرجد، وفي واحد تاني شغال معايا على حاجه مشروع اكبر بنكوردينيت مع ناس تانية. ف يعني فالموضوع بيجي كده، بيجي ناتشورال تقريبا من نفسه. حرفيا الشخص استعمل كومبو بوكس ده طب اللايبراري دي الكومبو بوكس عمل ريليشه من اول السنه تقريبا شهر 2 او شهر 3، ف5 شهور محدش لقى البجات دي. فده لكذا سبب: واحد اللايبراري لسه مش بوبولار كفايه، او الناس دي ما خدتش بالها ان في بج اصلا، او في بج وطنشته وما جاتش قالت. عادي بتحصل. بس التيكس ان الواحد ده جرب لان في بج، قال لك ايوه لازم يتصلح، دخل الريبو، عمل الايشيو الاول، بعد كده عمل البي ار. فالموضوع ده فلولس يعني. فده الاتيكيت اللي انت المفروض تمشي عليه لو انت عايز تبدا في الاوبن سورس. دور على لايبراري انت بتحبها، لقيت ايشو بنفسك اعملها، ما لقيتش ايشو بنفسك شوف الايشوز الموجوده واعملها بي ار. ومش لازم تدور على ايشيو تحسها هاي امباكت، لا، غالبا معظم البروجكتس المتدارة كويس في الاوبن سورس بيبقى فيها
زي هيراركي فيها مثلا بي 0 اللي هي برايورتي يعني، فبيبقى بي 0 اللي هي دي لازم تصلح حالا، فغالبا حد من الكور تيم شغال عليها. بي 1 مهمة بس يعني ايه، مش بي 0 مش هسيب الايدي واصلحها. وفي بي 2 بي 3 انت ممكن تخش في الحاجات اللي هي بي 2 وبي 3 اللي هي قشطة، حاجة ظريفة ممكن نصلحها. ممكن حاجة تانية مهمة ممكن تبدأ بيها البجات، ما تخشش implement new features، لا implement البج fixes، لأن البج fix لما ايش يبقى كده labeled as a bug فخلاص كلنا متفقين ان هي بج مما لا شك فيه. والفيكس هيبقى غالبا سهل. الفيكس انت بتغير حاجه في الكود الاكزيستنج الموجود، مش هتغير حاجه في الاي بي اي بتاع اللايبراري. فالبي ارز دي اسهل انك تمرجها، اسهل ان هو يابروف لك عليها، لان كل اي بج فيكس انت بتعمله في اي اوبن سورس لايبراري هو محتاج 3 حاجات. واحد، تخش اولا كونفيرمد ان هو بج فعلا، فانت تريبروديوسه بنفسك تفهم البج وكده، وممكن يكون هو اوريدي كونفيرمد ليك يعني في الريبوزيتوري. بعد كده تخش تعمل البي ار بتاعك وتصلح الايشيو. بعد كده تعمل تيست. المفروض التيست ده من غير الكود اللي انت صلحته بيفشل، بس بالكود اللي انت عملته بينجح، يعني انت فعلا صلحتها. ساعتها ببلش ساعتها ببلش البي ار وبس وسيبه واستنى ريفيوز. وغالبا هيبقى في كومنتس على الكود ستايل، هيبقى في كومنتس على حاجات ممكن انت ما خدتش بالك منها، ممكن صلحت البج بطريقه مش كويسه فيقول لك ممكن نصلحه ازاي بطريقه احسن، فخلاص. لكن هيتعمل له ميرج. لكن لو فيتشر جديده او انهانسمنت دي صعبه يتوافق عليها خالص، لان اوكي انت دلوقتي عايزين اي بي اي جديد بنعمل فيه حاجه، حتى لو هي بلاند انها تتعمل وكله متفق انها لازم تتعمل، بس تتعمل ازاي، شكل الاي بي اي بعمل ازاي، نسمي الاوبشنز ايه، نسمي الفانكشن ايه، نسمي الفيربوز اللي هتطلع من الريتيرن بتاع الفاليو، يعني التايبس هتبقى شكلها عامل ازاي. كل دي حاجات غالبا انت مش هتبقى محيط بيها كواحد لسه جديد بيكونتريبيوت في اللايبراري دي. فانت احسن تسيب الحاجات دي للناس المتمرسه اكتر واللي اشتغلت في اللايبراري عنك، لغايه ما انت توصل لمرحله انك فاهم اللايبراري، فاهم التايبس بتاعتها، فاهم الستايل، فاهم الفلو بتاع التايبس ماشي ازاي، فاهم دماغ اللي عاملها ماشي ازاي. فبالتالي لما توصل للنقطه دي ساعتها تقدر تكونتريبيوت الحاجات دي. وغالبا لو انت وصلت للنقطه دي ممكن اصلا تلاقي لو انت عملت مثلا 5 6 8 10 بي ارز او اكتر كمان، ممكن تلاقي صاحب الريبوزيتوري بيقول لك انا عايزك تجوين الكور تيم وتساعدني. ودي كلها خطوه كويسه في ساعتها. اوكي يبقى انت كده ضمنت ان انت عندك ستيدي ستريم من ايشوز هتصلحها، وان انت تقدر تكونتريبيوت كده، وفي نفس الوقت ده ريكوجنيشن ليك ان صاحب اللايبرري شايف ان انت شخص موثوق فيك كفايه ان هو عايزك معاه في التيم، انك تبدا تكونتريبيوت معاه بشكل مستمر، يعني بشكل مور بيرمننت ذان ان انت بتيجي تصلح حاجات وتمشي يعني. فبس. ودي الخطوه الثانيه بتاع يعني نقول دي ستيج 2، انك توصل للمرحله دي، انك وصلت ككور تيم ممبر او خلاص بقيت كونتريبيوتر معروف في المنطقه دي، معروف في الحته دي من جيت هاب. فكويس خلاص الناس اللي في اللايبرري دي عارفينك، شوف لايبريز تانية. ما انت ما تلمتش الموضوع في لايبرري واحده. ومش بقول لك شوف لايبرري تاني يبقى انت تسيب دي، لا عادي، يبقى عندك كذا لايبرري بتبص عليهم في نفس الوقت، اكتر من واحده. ما انت هل انت بتستعمل لايبرري واحده في الشغل ولا بتستعمل كذا واحده؟ اكيد بتستعمل كذا واحده. فدي تبقى الفكره بتاعتك او البيهيفير بتاعك، ان انت اوكي اللايبريز دي انا بحبها ومهتم بنجاحهم فهكونتريبيوت فيهم كلهم مع بعض. ولو وصلت للستاتس انك كور تيم ممبر فيهم كلهم خلاص يبقى دي خطوه كويسه جدا والريكوجنيشن حلو ليك. وكل ما تكونتريبيوت اكتر كل ما يبقى ريكوجنيشن اكتر وهتبان اكتر. والاوبن سورس كوميونتي مليان قصص نجاح بالذات في فيو جي اس، لان انا اوير بالكوميونتي اكتر. فانا شايف ناس كتيره وصلت يعني جت فجاه ووصلت انها تعمل حاجات كويسه كتيره، زي واحد اسمه جونسون هو اللي عمل الفيو جي اس لانجويج سيرفر، وهو اللي خلاه يعني يبقى تايب اوير ويشتغل مع التايبس بالشكل اللي احنا شغالين بيه. ومن غيره الكوميونتي يعني كان زمان فيو جي اس متاخر جامد في التايب سكريبت سبورت، فشغله هو عمله كريتيكال لنجاح الفريم ورك. وهو اجى اوت اوف نوير حرفيا، مش حد مشهور مش مع فيو جي اس من الاول، لا هو اجى فجاه ظهر فجاه واشتغل على الحاجات دي وخلاص بقى اسم معروف دلوقتي ومن الناس الموثوق فيها في الكوميونتي. وغيره كتير من الناس اللي اشتغلت على كذا بروجكت حوالين الفيو جي اس ايكو سيستم. وهتلاقي كل ايكو سيستم في كل فريم وركس برضه مليان الناس من النوع ده. طيب دلوقتي خلاص بقيت مش حلو وجامد ومعروف في كذا لايبراري وبتعمل اوبن سورس، يعني شغلك معروف، مش هقول معروف قوي في الاوبن سورس بس هقول ايه ريكوجنايزد في الحته دي او الحتت دي. وبعدين نجيب فلوس منين؟ برضو ده الموتيفيشن الغلط. انت مش بتعمل اوبن سورس عشان يجي لك فلوس، انت بتعمل اوبن سورس والفلوس بتيجي لوحدها بشكل ما، لان دايما هيبقى في حد انترستد، لان الاندستري كلها مبنيه على الاوبن سورس، فاتس باوند ان يجي لك مصلحه بشكل ما.
المصلحه دي قد تكون ان انت اوكي ساعتها انت لميت نولج جامده عن اللايبراري دي وعن حاجات معينه وعن ايز معينه، فتقدر تتكلم عنها بابليكلي. قدم على توكس، قدم انك تتكلم في كونفرنسز بره. ده قد يتطلب منك بعض التضحيات، زي كونفرنسز بره تقول لك لا احنا مش هنسفر واحد من ميدل ايست عشان احنا من الاخر مش عنصريه، تكلفتنا عاليه. احنا هو ممكن يطير واحد ب 20 يورو ولا 40 يورو من اي حته في اوروبا ويخليه يتكلم في اي كونفرنس، ولا يجيب واحد من مصر يدفع له مش عارف التذاكر هنا بقت بكام، ما عنديش فكره، 40,000 جنيه. ف يعني ليه يعمل كده؟ هو عنده بادجت هو كمان. فالموضوع مش بيبقى كده. ايكونوميكلي احسن يجيب حد من هناك. فانت اعمل حاجات ساعات بتشتغل. انا عملتها، زي اعرض ان انت هتدفع فلوس طيران، هدفع انا فلوس طيران، او قول للشركه بتاعتك تدفع لك فلوس طيران او تدفع لك فلوس الحجز والفندق، في مقابل ان هم يبقوا يعني نيجوشيت لهم زي ترافل سبونسر ديل في الكونفرنس، يبقى اللوجو بتاعهم موجود هناك بشكل ما. وفي حاجات زي كده كتير هتلاقي ناس كتيره بتوافق، بالذات لو انت في شركه كبيره. وكمان في نفس الوقت لو ما في ده مش نافع مع شركتك او المكان اللي انت فيه، اعمل انت، ادفع انت بنفسك، حوش جزء كبير في الموضوع ده واعملها بنفسك. انا عملت كده كتير وصرفت كتير جدا على الموضوع ده من فلوس الشخصيه، بس في نفس الوقت اتس worth it، كأنها فلوس تعليم او فلوس حاجه زي كده. انت بتتعرف على اشخاص في اماكن تانية، هيوصلوك باشخاص في اماكن تانية وكونكشنز في حته جديده تماما انت ما رحتهاش قبل كده. فالحاجات دي فاليبل جدا 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 يعني. وزي انت بتحط زي سيدز لنجاحك في اماكن مختلفه. فانا شايف دي ورثت جدا جدا انك حتى تدفعها من جيبك الشخصي وتحوش وتقرص على نفسك حتى. ف يعني فمن هنا بقى تبدا خلاص، انت بقيت بتسافر، بتتكلم في مؤتمرات، وايفنشولي هتتقبل لو انت الموضوع بتاعك انجيجنج انف. وانا ممكن اتكلم في حلقه مختلفه يعني ازاي تعمل توكس تتقبل وحاجه زي كده. يعني انا عملت توك واحد بس اديته يمكن بتاع 10 مرات لغايه دلوقتي، هو اللي سفرني حتت كتير. بسافر على قفاه بقالي 3 سنين. فمش لازم تعمل كذا توك ولا تعمل كل سنه 20 توك ولا حاجه زي كده، لا ممكن واحد بس يبقى كفايه. بس في نفس الوقت ده اللي الاوبن سورس بيأفورده لك. الراجل ده عنده كريدنشال بابليك بشكل ما، ولما تيجي تقدم في شغل دايما هتبقى منوره في السي في. ده الجيت هاب بروفايل بتاعي، هدوس عليه مش هلاقي فيك جيت هاب بروفايل، مش هلاقي بروفايل كله رمادي، مش هلاقي بروفايل مهجور فاضي عنده بروجكتس من ايام الكليه وخلاص. لا، هلاقي يعني بروفايل منور اخضر كده، فاقول ايه ده بيكونتريبيوت في ايه، وابدا ابص على الكونتريبيوشنز بتاعته. والله لو لقيتها كلها تايبوز وتصليح في دوكيومنتيشنز، الصراحه دي حاجه مش هبقى مهتم بيها. لكن لو لقيت contributions في actual libraries والناس بتمرج وبتفهم مع الناس في البي ار، لا ده كده يبقى جولد ماين. اشوف الراجل ده بيتكلم مع الناس ازاي، وبيعرف او بتعرف تتفاهم معاهم ازاي، ويعني كذا حاجة بتظهر لي بس من مجرد ان انا اشوف البروفايل بتاعه واشوف الانتراكشنز بتاعته مع الناس التانية، وكلها ان بابليك. فسهل جدا ان انا اشوفها، مش هتبقى فيك، مش هتبقى staged. فكل ده بيفرق جامد. ومع مرور الوقت ومع مرور contributions الشغل هيبدا يجي لك. انا بيجي لي ايميلات كتيره، ناس بتقول لي عايزين نشتغل معاك، او عايزين مش عارف نعمل ايه. وكلها بيزد على يعني مش جايين لي كشخصي، لا هي كستاتستكس. او مثلا بيفلتر يشوف مين اكتر ناس بتكتب تايب سكريبت على جيت هاب، فاسمي مثلا بيطلع منه. فبيقول الناس دي بتشتغل تايب سكريبت كتير، فانا عايزه. هو ما يعرفنيش، ما يعرفش انا عملت ايه، بس لما بيخش على بروفايلي بيشوف انا بعمل ايه والكلام ده، فيقول تمام. فهو بيدور على سكيل سيتس، وجيت هاب عباره عن سورس بس ليها مش اكتر. عشان ما اطولش الحلقه قوي اكتر من اللازم، لان هي حلقه مش بتتكلم قوي عن 1 2 3 المفروض تعملهم او حاجه زي كده. لا، هي حلقه اكثر بتتكلم عن ايه الاتيتيود الصح اللي تخش فيه في الحاجه زي كده. ما تسالش حد المفروض اعمل ايه، ولا رشح لي مشاريع، ولا انا المفروض اعمل ايه عشان اشارك في الاوبن سورس وانا ناوي ابدا في الاوبن سورس. لا يعني انا لما الناس بتيجي تقول لي الحاجات دي ماشي، انا عاجبني الحماس، لكن الموضوع سهل جدا، بس هو محتاج الاتيتيود الصح. لان لو انت بتعمله لمجرد بس ان اوبن سورس هو عايز تبان او عايز تظهر وخلاص، لا ده مش الموتيفيشن الصح. الموتيفيشن الصح ان انت بتحب تعمل كده، وانت بتحب فعلا الموضوع ده وبتحب الشغلانه دي. فعشان لما تعمل كده يبقى بيسموه ليبر اوف لاف، انت بتعمله فعلا عشانك بتحبه. فمش مهم تتعب فيه قد ايه، ومش مهم تستثمر فيه وقت قد ايه، لان انت بتحب ده، انت بتعمل ده عشانك بتحبه. انت مش مستني مقابل حالا للحاجه اللي انت بتعملها دي. ومع مرور الوقت ان people will take notice، هياخدوا بالهم منك. الفرص اللي انت ممكن ما كنتش بتتخيلها ومش في دماغك تبدا تتفتح لك وتبدا تظهر لك out of nowhere، من غير ما تطلبها، من غير ما تجري وراها، من غير ما تدور عليها. دي certainly الاكسبيرينس بتاعتي كانت كده.
وحتى لو ما فيش حاجه جات لي من الموضوع ده كله، انا غالبا كان زمان هفضل شغال عليها، لان انا لسه شغال عليها بعد كل السنين دي، وبنفس الباشن، بل بالعكس بباشن اكتر، لان انا عارف ان هي ممكن تعود باثر حقيقي ايجابي، لانها اوريدي عملت كده. بس لو انت ناوي تكونتريبيوت في الاوبن سورس، لايبراري انت بتحبها، لايبراري انت بتستعملها، شوف مشكله واجهتك انت شخصيا او مشكله بتواجه ناس تانية في جيت هاب، خش صلح المشاكل دي، واعمل كده كتير، وفي النهايه الناس هتاخد بالها، وانت هتبدا تجين النو هاو بتاع الاوبن سورس، تبقى عارف الموضوع بيمشي ازاي، تفهم الحاجات بقى اللي انا اتعلمتها على مرور الطريق دي، انت برضه هتتعلمها، هتتعلم الماركتنج، ازاي تماركت الاوبن سورس لايبرري بتاعتك، ازاي تتكلم بطريقه تقنع الديفلوبرز، ازاي تتناقش في التكنيكال كونسبتس بحت، ازاي تتخانقوا على اسم فاريبل. الحاجات دي كلها بتحصل في الاوبن سورس كتير، واكسبيرينس جميله جدا في الكود ريفيوز، في الكولابوريشن، حاجات انت ممكن مش بتلاقيها في شغلك اصلا اليومي، فهي سورس قوي جدا، الاكسبيرينسز كتيره جدا من غير منتور، وكل ده ببلاش. بس هنهي الحلقة هنا، وإن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة. مع السلامة.